السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاية لكم بطريقة عمل المسقعة، طريقتها سهلة جدا إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. طبعا هو أنا عملت هنا المسقعة البتنجان اللي هو الأساس وزيت، والله ما قليته في زيت، عملته بطريقة حلوة. تعالوا يلا بينا أقول لكم المقادير إيه هي. جايبة هنا كيلو من البتنجان قطعته حلقات، ومعايا شوية لحمة مفرومة كده، مش لازم بمقدار معين، ولو مش موجودة عندكم خلاص مش مشكلة، اعملوها من غير لحمة مفرومة. كان معايا بطاطستين قطعتهم مكعبات صغيره، اديتهم تشويحه بسيطه كده في الزيت عشان بس ايه يعني تستوي شويه، لان انا مش هخلي البتنجان والحاجه تغلي قوي عشان البتنجان ما يتهرش مني. ومعايا هنا الصلصه، طبعا دقيت فصين من الثوم، سبتهم يتشوحوا على النار لحد ما خدوا اللون الذهبي، ورحت حاطه عليهم الطماطم وسبتها لحد ما تقلت، ورحت نازله عليها بشويه كمون، شويه كزبره، شويه فلفل اسود، اللهم صل على النبي، ونص مرقه من الدجاج وشويه سكر صغيرين عشان بس الحموضه بتاعه الصلصه، وسبتها لحد ما اتسبكت. وبعد كده ابتديت اللي انا هظبط باقي الرص. البتنجان عشان اطلعه معايا حلو جدا وبنفس النتيجه اللي انا كاني قلياه بالظبط، هو انا جبت البتنجان قطعته حلقات، رشيت عليه شويه ملح عشان خاطر الميه بتاعته تنزل. بعد كده اللهم صل على النبي رحت جايبه شويه دقيق وقلبت فيه البتنجان كله كله كله. طبعا مش هخلي في الدقيق طبقات، هو انا بس يا دوبك رشيت بس ايه رشه بسيطه اللي هي تدي معايا اللون على طول اللي انا عاوزاه. ورحت جايبه فرشه سيليكون بشويه زيت، وعملت على يعني قعدت كده ايه امسك البتنجانه واعملها شويه شويه بالفرشه، طبعا وهي معموله بالزيت، طبعا مش زيت كتير. وجبت الصاجه بتاعه الفرن حطيت عليها شويه زيت برضو صغيرين مش كتار. انا والله كنت عايزه اوريه لكم بس معرفتش اصور لكم اللقطه ديت، قلت ايه هشرحها لكم انا عملتها ازاي عشان ما توهكوش. بعد كده رحت مسحت الصاج بشويه زيت برضو، ورحت رصيت عليه البتنجان، وكنت مشغله الفرن وكان سخن جدا جدا. شغلت الشوايه، حطيت البتنجان، ما خدش معايا 10 دقايق واداني نفس النتيجه كاني قلياه بالظبط، وبجد نفس النتيجه يا جماعه، من غير زيت ولا اي حاجه خالص. وانتوا عارفين بتنجان يعني زيت، بجد جربوها بالطريقه ديت والله العظيم ادتني نفس النتيجه وكانت حلوه جدا. انا كنت قلقانه منها الصراحه لان انا اول مره اجربها كده، بس انا قلت ايه هجربها، نفعت نفعت ما نفعتش اهو ايه اتعلمنا وخلاص. جربتها والحمد لله طلعت حلوه جدا، ورصيتها زي ما انتوا شفتوها. ما عندكمش لحمه مفرومه مش هتقول لكم لا، هي المسقعه مش لحمه مفرومه، او انا حطيتها عادي، وحطيت قرن الفلفل دوت هيديني ريحه حلوه جدا. لو انتوا مش عايزينها تبقى سبايسي قوي، هو هيديك ريحه، بس هو كان حراق جدا بس اداني الريحه، بس انا عايزه ريحته تبقى موجوده في قلب المسقعه. طبعا اديتها غلوه بسيطه على النار، لان زي ما قلت لكم مش عايزاها تكون مهريه، مش عايزه البتنجانه اجي اطلعها الاقيها متعفصه كده، لا لا، مش بحبها كده، بحب البتنجانه تبقى صاحيه معايا كده والبطاطس والاكل. اللهم صل على النبي، سبتها لحد ما خدت غلوة على النار، ورحت مدخلاها الفرن تاني، خدت الوش اللي انا عايزاه بقى، الوش اللي هو الدهبي الحلو ده. طلعتها جنب شوية رز بشعرية، وكانت عشوة جميلة جدا وكانت حلوة قوي. اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم وتنال رضاكم. جربوها بجد بالوصفة دي زي ما انا ما بقول لكم، وامشوا بالظبط زي ما انا ما قلت لكم. وهسيب لكم بردك الوصفة بالظبط تاني في صندوق الوصف، للي مثلا مش هيركز قوي هتلاقيني كاتبه لكم. ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. وادي هنا بقى طلعت شويه رز كده مع شويه مسقعه ودقتها كانت حلوه جدا، وده التقديم بتاعي. اشوفكم على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.